السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وصفتنا اليوم بقلاوة البرمة العراقية بالفستق الحلبي، وهي من أشهر أنواع الحلويات العراقية واللي نقدمها بالعديد من المناسبات. تتميز بسهولة التحضير وأغلب مكوناتها متوفرة بالبيت، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ والشهي. خلي نشوف سوية مقاديرها وطريقة العمل. أبدأ بالشيرة أو القطر. جدر على حرارة عالية، أنزل كوب من المي وأخلي عليه 2 كوب من السكر وأقلبهم سوية، وأنزل عليهم نصف عصرة ليمونة وحبتين من الهيل وأرجع أقلبهم. وبعد أن يغلي أقلل الحرارة إلى معتدلة وأتركه لمدة 5 دقائق، وبعد ال5 دقائق أطفي الحرارة وأتركه على جنب يبرد. اليوم عندنا فكرة جديدة وسهلة في لف بقلاوة البورمة. أخذ شماعة ملابس من الخشب وأقطع الجزء الأسفل منها، وراح أستخدمه في لف البورمة، والشماعة أكيد متوفرة في كل بيت وتكون سهلة جدا باللف. وهسه راح أحضر قالب الشوي، أدهنه بالسمن الحيواني أو الدهن الحار من الأسفل ومن الجوانب بشكل جيد، يعني نغطي القالب بشكل كامل. آخذ ورق عجينة البقلاوة الجاهزة أو ورق الجلاش وأقطعها من الوسط إلى نصفين، وأكيد الحجم حسب الرغبة، ممكن أن تقطعوها إلى أحجام مختلفة. وبعد أن أقطعها أغطيها بشكل جيد حتى لا تتعرض للهواء وتيبس. وهذه هي أهم مرحلة لف البورمة. آخذ قطعتين من ورق الجلاش وأدهن قطعة الخشب اللي أخذتها من شماعة الملابس، أدهنها بالسمن الحيواني أو الدهن الحار، وأدهن ورق الجلاش كلها بشكل جيد. وطريقة اللف راح أترك مسافة قليلة وأخلي عليها قطعة الخشب المدهونة تكون قريبة من طرف الورقة، وألف الورقة على قطعة الخشب وأدهن بقية الورقة، وأرش الفستق الحلبي المطحون على بقية الورقة بحيث يغطي كل الورقة. وممكن أن تستخدمون أي مكسرات متوفرة عندكم أو أنتم تفضلوها مثل الجوز أو اللوز أو البندق، وأكمل لفها على شكل رولة وأبدي أضغطها من الطرفين للداخل وتتشكل عندي على شكل بقلاوة البورمة، وأسحبها من قطعة الخشب وأخليها في قالب الشوي، وأستمر بنفس طريقة اللف إلى أن أكمل كل الكمية اللي عندي. طريقة جدا سهلة ومريحة وناجحة. وبعد أن كملت لف البورمة أدهنها بالدهن الحر أو السمن الحيواني بشكل غزير حتى يغطي كل البورمة الموجودة بالقالب، وأخليها بالفرن. وما نخليها في وسط الفرن، لازم تكون قريبة إلى الأسفل على درجة حرارة 150 من الأعلى والأسفل لمدة 40 دقيقة. والحرارة أكيد تختلف من فرن إلى آخر أو حسب حرارة الفرن أو نوعه. وهذه هي بقلاوة البورمة العراقية بعد 40 دقيقة. لونها ذهبي جميل جدا، ورائحتها رائعة جدا، وريحة الدهن الحر مشهية ولذيذة. ومباشرة من أطلعها من الفرن وهي حارة أنزل عليها الشيرة أو القطر اللي سويتها بعد أن بردت، ولازم تغطيها بشكل كامل وأتركها بالشيرة أو القطر لمدة 5 دقائق. وبعد ال5 دقائق هذا هو شكل برمة البقلاوة، مذاق ورائحة ولون وطعم رائع جدا، تنافس محلات الحلويات باللذة والطعم، واقتصادية وسهلة. وممكن أن نزينها بالفستق الحلبي المطحون أو أي مكسرات، أو نتركها بدون تزيين، شكلها رائع وما يحتاج. وممكن أن نقدمها في شهر رمضان الكريم وفي الأعياد والمناسبات، في كل الأوقات وفي كل المناسبات، وحتى في الأيام الاعتيادية.
بقلاوة رائعة ومرغوبة. أتمنى أن تكون وصفة بقلاوة البرمة سهلة وحلوة وعجبتكم، وإذا عجبتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ولا تنسوني من اللايك ومردودكم الحلوة وملاحظاتكم المفيدة. ألتقيكم إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد.